اختبار نفسي بيكشف سبب رؤيتك للعالم بالطريقة اللي بتشوفها دي. قولي أول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي إيه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات قبل ما تسمعوا التحليل. مش مهم عدد الحاجات اللي مشتركة ما بيننا أو قد إيه إحنا قريبين. اهلا بيكم في قناه مايلاند. النهارده هنعمل اختبار بسيط بس عميق جدا. كل واحد فينا بيبص للعالم اللي حواليه بالطريقه اللي بيبص بيها بناء على وجهه نظرنا الفريده، واسباب وجهه نظرك للعالم هي كمان حاجه تعرف تكتشفها عن طريق الاختبارات الشخصية. النظرة العالمية هي مجموعة معتقدات حول الجوانب الأساسية للواقع اللي بتشكل الأساس وبتأثر على اللي بيدركه الإنسان ويفكر فيه ويعرفه وكمان يعمل. نظرتك للعالم مش بس فريدة، دي بتأثر على طريقة عيشتك، وده بيأثر على أحلامك وأهدافك ووظائفك، حتى الأشخاص اللي انت عاوزهم في حياتك. وإنك تعرف ده دي خطوة إنك تعيش حياة أغنى من ما كنت تتخيل. لو أول حاجة عينك جت عليها هي شكل القطة، فأنت بتشوف العالم كشيء لازم تتغلب عليه. بتتعامل مع كل يوم بنشاط وحيوية وقوة إرادة. أنت مش من النوع اللي مستني الباب الصعب إن هو يتفتح، ده أنت بتحب تكمل طريقك بسرعة جدا مسنود على كتفك. حبك للحياة دي حاجة مثيرة جدا للإعجاب، بس مش كل حاجة بتتحل بإنك أنت تتخلى عنها. بلاش تكون متردد إنك تعيد تقييم المواقف وتدور على طرق تانية علشان خاطر تحقق اللي عاوزه. وعشان أنت من الأشخاص اللي شايف في العالم ان هو دايما في تحدي وان الحياة شبه ساحة المعركة، فده على فكرة مش صدفة ابدا، ده وراه جذور نفسية عميقة جدا. الجذر الاول هي تجارب الطفولة. في الغالب انت شخص مر بطفولة او البيئة بتاعته ما كانش فيها امان او تشجيع. ممكن تكون اتربيت في بيت فيه ضغط شديد شوية او توقعات عالية جدا او مقارنة مستمرة، او اضطريت انك انت تتحمل مسؤوليات اكبر منك وانت صغير، فالنتيجة اتبرمج عقلك ساعتها ان الحياة اصلا صعبة وانك لازم كل شوية تثبت نفسك علشان خاطر تحس انك انت في نجاة مثلا. الجذر الثاني هو الدفاع عن النفسي. رؤية العالم ان هو كعدو او مشكلة لازم انك انت تحلها هو نوع من انواع الدفاع النفسي. الشخص دايما بيحاول ان هو يحمي نفسه من خيبات الامل او الصدمات، فبيحط دايما نفسه في وضعية المحارب. كل حاجة حواليك لازم تتغلب عليها، الظروف، الناس، واحيانا كمان نفسك، لانك اتعودت ان مفيش حاجة بتيجي بسهولة ابدا. النتيجة ان الحياة دايما فيها توتر دايم. الطريقة دي برؤيتك للعالم دايما بتخليك في حالة تأهب شديد. صعب انك انت ترتاح او تثق في الناس او تستمتع بالحياة من غير ما تحس انك انت لازم تثبت نفسك او تحس انك دايما مستعد للخطر اللي جاي. صعب عليك انك انت تشوف اي حاجة ممكن تكون بسيطة او ان حد فعلا ممكن يساعدك من غير اي مقابل. بس المفاجأة انك انت ممكن على فكرة تتغير وتغير كل ده. الطريقة اللي بتشوف بيها العالم مش ثابتة، ممكن تتغير بالتدريج لما تبدأ تعيد النظر في المعتقدات بتاعتك وتشتغل انك انت تشفي جروح الماضي. الشخص اللي شايف الحياة دايما تحدي على طول ممكن يتعلم يشوف فيها ان هي فرصة نمو مش بس معركة بقاء. ولو ده الوصف بتاعك الصحيح فخد بالك من الحاجات دي. مش كل حاجة في الدنيا ممكن تتغلب عليها، لان في حاجات محتاجة تتحس وتتفهم. قوتك الحقيقية مش صراعك بس، لكن في قدرتك على السلام. السماح لنفسك بالراحة مش حاجة اصلا تدل على الضعف، ده اسمه نوع من انواع القوة، استراحة محارب. اما بقى لو شفت اول حاجة شكل الفراشة، فانت بتشوف العالم وكأنه موجه بقوة غير مرئية. انت دايما مؤمن بالغيب والقدر، وكمان مؤمن ان الامور بتمشي زي ما هي مهما عملت او مهما قلت او مهما حاولت. فانت شايف انك انت مش مسيطر، ودي حاجة بتضايقك جدا. وانا مش هنا علشان خاطر اقولك ان القدر مش حاجة حقيقية، بس علشان خاطر اقولك انك انت ممكن تبذل جهد كبير جدا من قلبك في حاجة معينة، ده مش هيروح ابدا هدر، وانك تفضل ورا احلامك حتى لو قلقان ان هي مش مقدرة ليك. فانت لو كنت من الناس اللي بتحس ان في معنى خفي ورا كل حاجة وان الاحداث مش بتحصل بالصدفة، فانت مش مجرد حالم، انت شخص شايف العالم من زاوية اعمق بكتير. وده زي ما شرحنا موجود في جذور. الجذر الاولاني الادراك الحسي العالي. انت في الغالب شخص حساس جدا وبتلقط اشارات صغيرة في المواقف والناس وحتى في الطبيعة. الحساسية دي بتخلي عقلك دايما يربط الاحداث ببعضها ويشوف انماط وصفات محدش ابدا بيشوفها. حاسس ان كل حاجة ليها رسالة،
رمز، حتى لو محدش أخد باله غيرك. الجذر التاني التجربة مع الفقد أو التحول. في ناس بتبدأ تشوف العالم كأنه موجه بقوة غير مرئية بعد ما بتمر بتجارب فقد أو ألم كبير أو تحول مفاجئ. اللي حصل بيكون عميق لدرجة انه غير شكل الحياة جواك، فانت بدأت تدور على معنى اعمق، على تفسير يتجاوز اصلا المنطق، على اشارات من الكون تقولك انت مش لوحدك. الجذر الثالث الرغبة في الامان والاتصال. الرؤية دي احيانا بتكون رسالة من عقلك ونفسك انك انت تدور على الامان. لو كل حاجة حواليك فيها هدف وموجه من قوة اعظم، فده بيقلل شعورك بالوحدة او الفوضى. بتحس انك انت جزء من صورة كبيرة جدا حتى لو ما فهمتهاش دلوقتي. النتيجة ان هيبقى في نظرة روحية للحياة. انت عايش الحياة كأنها رواية مكتوبة بعناية جدا، وكل شخصية وكل حدث جاي لحاجة معينة أو لهدف معين. ممكن يكون عندك ميول روحانية للأحلام، للتأمل، أو حتى للغموض. الحياة بالنسبة لك مش مجرد حدث ورد فعل، هي عبارة عن سلسلة من الإشارات والدروس والرسائل الكونية. بس خد بالك، احيانا الاحساس ده ممكن يوصلك انك انت تبالغ في التأويل او حتى تتحمل مسؤولية لحاجات مش بايدك. التوازن مطلوب بين انك انت تؤمن ان في معنى وبين انك انت تعيش الحياة ببساطتها. احساسك ده قوة روحية، بس كمان محتاجة ارض واقعية تتسند عليها. ولو ده الوصف الصحيح بتاعك، فانت شخص بيحس بعمق وبيفهم الحياة من خلال حدسه، بيدور على الحكمة ورا كل شيء، عنده قدرة خارقة ان هو يلاقي المعنى وسط اي حاجة. رقم 3، لو شفت اليوغي اول حاجة، فانت شايف نفسك مركز الكون. وده مش معناه انك انت اناني او مغرور، بس انت مش بتبص لأبعد من مكانك الصغير في الكون. ما تقلقش من الامور الا لو كانت بتعوق سعادتك او راحتك او نجاحك. الكون اوسع منك. دور في علاقاتك مع الاخرين خارج نطاق دايرتك الصغيرة، وممكن تلاقي نفسك قادر على بلوغ الاعماق ما كنتش متخيل نفسك انك انت توصل لها في يوم من الايام. فعلشان خاطر انت من النوع المثير جدا للغموض، لانك بتلمس نقطة دقيقة جدا بين الثقة بالنفس والنرجسية الخفية، ووراها أبعاد نفسية عميقة جدا أكتر من اللي بتظهرها. لما شايف نفسك إنك أنت مركز الكون، فانت من الناس اللي شايف العالم دايما بيدور حواليه، وان كل حدث او كل موقف او كل كلمة دايما ليها تأثير او عليه هو مباشرة، بشكل مباشر كمان او غير مباشر. فدي مش بس طريقة تفكير انانية، دي علامة على بنية نفسية معقدة جدا، وممكن تكون وراها اسباب مش متوقعة. اول حاجة غير مشبعة للاهتمام. كتير من الناس اللي عندهم الاحساس ده بيكونوا عاشوا فترات طويلة من حياتهم من غير ما ياخدوا قدر كافي من التقدير أو الاحتواء، فالعقل بيعمل حاجة شبه كده تعويض النفس. طالما محدش شايفني كفاية، يبقى أنا هشوف نفسي أكتر من كفاية. فبيبدأ يبني لنفسه صورة ذاتية فيها تضخيم للدور أو الأهمية كوسيلة إن هو يحمي نفسه بس من الإهمال. الحاجة التانية، عقل بيدور على النظام. لما تحس إن كل حاجة بتحصل ليك أو حتى بسببك، فده نوع من أنواع إنك أنت تحاول تفهم العالم وترتيبه حواليك بس، لأن العقل البشري بيكره الفوضى، فبيلجأ إن هو يخلق مركز، ودايما أسهل مركز هو ممكن يخلقه هو أنا. فبتبدأ تفسر إن كل حاجة بتحصل بس علشانك أو بسببك أو حتى ليك. تالت حاجة، الخوف من فقدان السيطرة. الشخص اللي بيبقى شايف نفسه مركز الكون غالبا بيكون جواه خوف عميق من إن هو يبقى صغير أو حتى يكون غير مؤثر، فبيحاول إن هو يخلق شعور أو إحساس من التحكم والسيطرة، كأن العالم نفسه بيتفاعل بناء على تصرفاته وكلامه. وده بيخليه يحس إن هو مش مجرد جزء من المشهد، بيخليه يحس إن هو البطل الرئيسي. النتيجة بين الثقة المفرطة والعزلة، الشخص ده بيبين ان هو واثق جدا من نفسه او عنده الأنا عالية جدا، لكن جواه في الغالب قوي بيبقى فيه هشاشة كبيرة وخوف دايما من التهميش، وغالبا بيعاني من التعاطف مع الآخرين او انه يشوفهم كأطراف مستقلة مش مجرد أدوار ثانوية في قصته. التوازن النفسي بيبدأ بقى من هنا. مهم قوي انك انت تعرف قيمتك، لكن كمان تعرف ان الاخرين ليهم القصص بتاعتهم والتجارب بتاعتهم اللي مش دايما مربوطة ولا ليها علاقة بيك خالص، وان الدنيا مش دايما ضدك ومش دايما علشانك
هي ببساطة بتحصل. الإنسان الحر فعلا هو اللي يقدر يشوف نفسه مهم من غير ما يقلل من أهمية غيره. ولو ده وصفك فأنت شخص حساس جدا اتجاه موقعك في الحياة، بتدور على معنى ودور واضح جدا ليك. جواك رغبة عميقة في انك انت تسيب اثر، بس محتاج برضو تتعلم وتسمع كمان غيرك. وبكده خلص الاختبار، واستنوني في فيديو جاي من اختبارات تحليل الشخصية علشان خاطر تفهم نفسك اكتر.